الخرافة بتاعت ابن عباس والأسد، واتكلم مع الأسد ومش عارف ايه، منتشر الفيديو ده اليومين دول. تعالوا كده نشوف الفيديو ونرجع نتكلم كلمتين عنه كده بسرعة. فيوم برد في المدينة، مم. ابن عباس راح يصلي العصر. يا ما سلام. وجد ناس في الشوارع. الله، أين الناس؟ كل واحد داخل الباب وفاتح الباب جزء بسيط. الله، مم. ما الذي حدث؟ في أسد. والله ابن عباس في أسد جه من البراري مم. ويتجول في شوارع المدينة وكلنا خايفين. مم. قالوا أين هو؟ مم. قال دخل هذه الناصية بعد فسار ابن عباس بخطى وإيده. يا سلام. وبعدين الناس لما لقوا ابن عباس مشي ورا. احنا عرب نحب مم. دايما ايه، كبش فداء الاول. يا لما سلام. واحد مشي، خليك انت واقف قدام موظف كده طابور صف طويل، والموظف قاعد لا يشتغل، ما حد يقدر يتكلم. واحد بس ايه يا استاذ، تلاقي الصف كله ايه يا استاذ بتخلص، لا اله الا الله. مم. المهم الايه، المصاب الاول نضحي بواحد الاول وبعدين احنا ايه وراه. مش وراه. الجينات العربيه صعبه شويه. المهم تمام. فابن عباس مشي نحو الاسد بخطى وايده، مم. وقال له كلمتين: مم. الاسد للخلف ضر. يا سلام. ورجع الى الصحراء. سلام. قال يا ابن عباس ماذا قلت له؟ قال والله قلت له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر مم. فعد من المكان الذي جئت منه. يا زول. قال يا ابن عباس وهل يفهم الأسد كلامك؟ وأنت إيه سليمان يعني ولا إيه فيه؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا مخلوقاته. ابن عباس سألهم في ايه، قالوا له اسد جاي من البراري. البراري ديت اللي هي المفروض الحشائش والكلام ده يعني، وطبيعي يكون الاسد في الحشائش عشان بيتغذى على الحيوانات اكلة العشب وهو اكل لحوم، فده طبيعي يكون مكانه. بس مش عارف ايه اللي يوديه الصحراء يعني في قلب شبه الجزيرة العربية يعني، وياخد مشوار قد ايه لحد ما يوصل يعني، ما اعرفش. بعدين ده اسد مسالم، ما هجمش على اي بيت. انا مش عارف برضه هم شايلين بالهم بيه ليه. اما ابن عباس رايح للاسد كلمه كلمتين، قام الاسد للخلف دور، تحس ان هو اسد في الجيش مثلا خلف دور. لا بقول لك العرب هم كده، العرب يعني هو بيسيء للعرب في الفيديو يعني، بيحط على العرب في كلامه. بالمناسبه عمر عبد الكافي ده من اكتر الناس اللي بتالف قصص رهيبه يعني. فقالوا له انت ايه، قلت له ايه؟ قال له انا قلت له اذا كنت تؤمن بالله واليوم الاخر فعد الى مكان ما جئت. فعاد للايه، للصحراء. ما كان اللي في البراري، إيه علاقه البراري بالصحراء ما تعرفش. هو ده الكذاب دايما ما بتلاقيش فيه ترابط في كلامه، لازم يقع في حته. المهم، آه سؤالي بس لابن عباس وللي الف الموضوع ده، هو لو فرضا الاسد